السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، مرحبا بكم في مطبخ أم عائشة. أم عائشة إن شاء الله رايحة تشارك معكم اليوم وصفة المملحات تحت طلب عديد من المشتركات. حطيتها ولا نزلتها على الفيسبوك وحبوا بعض المشتركات نعاودها لهم على اليوتيوب. بسم الله. هنا هادو هما المقادير أو المكونات نتاع الوصفة بالنسبة للعجينة وبالنسبة للحشو. كامل هادو هما المكونات. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو بالعجينة. حطيت هنا 600 غرام من الدقيق الأبيض، راني مضاعفة الكمية. خميرة، سكر، بودرة الثوم، بودرة الثوم حطيتها. نخلط النواشف. بطبيعة الحال دوك نكتب لكم المقادير أو المكونات أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا 6 ملاعق من زيت الزيتون. ما عندك زيت زيتون ديري زيت العادي. علبة من الياغورت الطبيعي وكاس من الحليب الدافئ. كامل هادو هما المكونات. كنت حطيتها على الفيسبوك هاد المملحات وحبوها بعض المشتركات نعاودها لهم. نعجن. ما عندكش العجانة عجني بيدك، يعني طبيعي نورمال. كملي بالماء حتى تصبح كما راكم تشوفوا عجينة طرية وملسة. ضيفي لها ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. وما نساوش الملح خياتي. نغطي العجينة ترتاح حتى يضعف الحجم ديالها. نجيب الطاجين تاعي كما راكم تلاحظوا راه على النار. نحط فيه قليل من الزيت. هذه نكونوا ولا نحضروا عفوا الحشوة نتاعنا. حطيت فيها راس كبير من البصل مقطع صغير مع الثوم، قليل من الثوم. هنا عندي صدر دجاج مفروم وعندي فلفل أخضر بارد، يعني الطرشي أحمر وأخضر مقطع بهذا الشكل. ونقلي هاد المكونات مع بعض مليح مليح كما راكم تلاحظوا. حاجة سهلة. بالنسبة للحشو يعني لك الاختيار، واش حبيتي ديري، واش حبي اللي عندك ديريه. يعني الحشوات نتاع المملحات كل واحد واش عنده يدير. ندير هنا او زدت التوابل بطبيعة الحال دوك نكتبها لكم في صندوق الوصف. نقلي مليح مليح هذوك المكونات على النار. نزيد حبة بيض يعني تعطيها طعم روعة. البيض في الحشوة نتاع المملحات، البيض يجي روعة في الحشوة. نزيد واحد حساب 2 مغارف ولا 3 نتاع معدنوس مفروم. شويه نتاع عفوا نتاع زيتون مقطع بهذا الشكل، يعني حساب 2 مغارف ولا 3. نغطي الحشوه نتاعي نخليها تبرد، راهي طابت. نجو هنا للعجينه. نقطعوا العجينه ولا نقسموها القسمين او نصفين باش نديروا هادوك الخبيزات الصغار والميني باغيت. كما راكم تلاحظوا حاجه سهله. شوفوا الطراوه نتاع العجينه تكون طريه جدا، يعني ما تكونش قاصحه، تكون شويه مطلوقه. نحطها على جهه، النصف الثاني نحطه على جهه نغطيه باش ما يضربوش الهواء. هنا نحضروا القسم الاول من العجينه. نديرها حربوش كما راكم تلاحظوا ونقسمها الى قطع. انتي بغيتي ديريهم كبار، بغيتي ديريهم صغار، انا درتهم صغار. نديرهم كويرات ونعاون روحي بالفرينه بطبيعه الحال. يعني كلكم راكم تعرفوا ديروا المملحات وتعجنوا ديروا كلش ما شاء الله. نحطهم في الصينيه كما راكم تلاحظوا. نزيد نضغط عليهم بيدي باش ما يكونوش طالعين وما يجيش فيهم البابه بزاف. نخليهم يرتاحوا
ونمشيو نحضروا العجينه النصف الاخر، العجينه الثانيه. هادوك الميني باغات نتاعنا، يعني ما نقولكمش العجينه طريه طريه. والعجين شوفوا المعجنات ولا الخبز ولا اي معجنات تبغي العجين، يكذب عليك واحد يقول لك بدون اختمار وبدون عجن وبدون. الخبز ولا المعجنات بصفه عامه يبغوا العجين، يبغوا الدلك، سواء بيدك ولا بالعجانه ولا بالبيترا، وحقهم يعني. والعجينه تبغي ترتاح، العجينه باش تعطيك نتيجه مليحه تبغي ترتاح، تعجن مليح وترتاح. هنا كورت هادوك الكرات ولا الكوريات، الميني باغيت كما راكم تلاحظوا، حاجه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. نحلها بالحلال الصغير عندي كما راكم تلاحظوا، نحلها مليح ونعاون روحي كما قلت لكم بالفارينه. كي ندور العجينه ما نزيرهاش، نخلي شويه الفراغ ونسدها كما راكم تلاحظوا، ونديرها في المول ديالي. حاجه بسيطه جدا جدا وسهله. نغطي لي ميني باكيت، نجو لدوك الخبيزات ولا كما بطبوط ولا كل واحد كيفاش يسميهم. عندي هنا شويه صفار بيضه مع شويه حليب، ندهنهم كما راكم تلاحظوا. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه وبزاف المشتركات راهي عجبتهم الوصفه اللي درتها في الفيسبوك، اللي حطيتها لكم في الفيسبوك في رمضان. ندير عليهم شويه سانوج ولا الكمون الكحل كيما كل واحد كيفاش يسميه، ولا الحبه السوداء. ندخلهم الفرن، يكون حامي مسبقا، يكون سخون مسبقا على 180 درجه، يطيبوا في خاطرهم. راهم طابوا. نجو هنا الميني باكيت، جبت هنا مقدار يعني 2 مغارف ولا 3 نتاع الكيتشاب، وندير فيهم شويه تاع حليب ونخلطهم كما راكم تلاحظوا. ندهن هادوك لي ميني باكيت نتاعي، ما شاء الله جاو روعه وجاو مفشفشين. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. يعني حاجه بالطبع، يعني حاجه روعه وبنينه ونقيه، حاجه فور. ندير عليهم شويه جلجلان ولا النومي، كل واحد كيفاش يسميه، نحطوا عليهم. هذه هي حاجه في متناول الجميع. ندخلهم الفرن يطيبوا. هنا هم طابوا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو. هذاك الكيتشوب عطاهم واحد الطبقه، واحد الوجه احمر. هنا نجو لطريقه الحشو. شوفوا كيفاش جاو هذوك لي ميني نقولوا دي همبرجر، نقولوا بطبوط، خبيزات صغار. جاو روعه. ندير شويه سلطه كما قلت لكم في بدايه الفيديو. واش عندك ديري سيداتي، واش راه موجود عندك في الدار ديري. المهم انا نعطيك القاعده وانت ديري اللي عندك. ندير شويه فرماج ونحطهم، جاو حاجه فور. ما نقولكمش على البنه، يعني الحاجه كي طيبيها في دارك على يديك خير ما تشريها برا. هنا نجو للميني باغيت نتاعنا نعمروه كما راكم تلاحظوا. دهناهم بشويه فرماج تاع الدهن كما راكم تلاحظوا. واش عندك سيداتي، حتى الفرماج تاع مثلثات تحبي دهني به شويه الطوماطيش، شويه سلطه. عندك اللي عندك الحصول دي فريت، واش عندك ديري البيض. المهم عمري باش عندك. ونتمنى هاد الوصفه عجباتكم، وما تبخلوش عليا بلايك حباباتي الغاليات، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديو مع خير. نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.